والله احنا ممكن نقول على ماتش الاهلي وسموحه دوت انه يعني لقاء ولاد العم، لقاء النسايب. تحس كده ان في ايه، علاقه قرابه كده، وناس من ناس بقوا واخدين منهم واخدين مننا، والجو الجميل ده. بس بعيدا عن هذا الاحساس، يعني كولر بصراحه امبارح حسسني بمنتهى المعيه التكتيكيه، وهتسمع مني النهارده تطبيل كبير قوي للمعلم كولر. فيلا بينا نشوف على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر، ودي الكورة مع أفوكاتو. واحدة من أحلى المطوشة التكتيكية لمارسيل كولر بصراحة. هربط لك النهارده ما بين الطريقة اللي لعب بيها كولر والطريقة اللي كان بيلعب بيها كارلوس كيروش، وإزاي فيتوريا في الآخر يعني استفاد من الوضع ده كله. يعني أكبر المستفيدين هو فيتوريا مدرب المنتخب. هتقول لي يا عم هو الموضوع كبير كده قوي؟ اقول لك بصراحه الموضوع كبير جدا، لان بصراحه كولر امبارح ومحطه محمد شريف في مركز الجناح في المكان دوت. يعني مش انت يا محمد شريف كنت زعلان مقموص انك بتلعب في المكان دوت مع كارلوس كيروش، واتقمصت وقلت والله انا ملاعب معاكم؟ جبت جول امبارح وجول حلو. ولما هنشرح طريقه اللعب هنشوف ان كيروش كان عنده وجهه نظر، بس هنرجع تاني للنقطة المفصلية اللي بتقول يا حبيبي احنا ما ينفعش نغير من فوق، لازم القاعدة هي اللي تتغير. ان ما ينفعش انا العب بطريقة لعب في المنتخب، الطريقة دي ما بتطبقش في الأندية. لما تطبق في الأندية ابدأ بقى العب بيها في المنتخب. يعني كنت بلعب 4-2-3-1 في الأندية، المنتخب طبقها نجح بيها. جيت انا عايز العب 4-3-3 في المنتخب، ما عرفتش، لانه خلاص انا ما عنديش من المنتاليتي بتاعت اللعيبه، مش قابله الكلام دوت. وقلنا ان الطريقه دي لما تتطبق في الانديه، المدرب موجود، انا قاعد معاك كل يوم هشوفك وهصلح لك، وغلطت وعملت وما رحتش وما جيتش والكلام ده كله هصلح لك. الجميل بقى امبارح، او خلينا يعني نشرح هو كان بيعمل ايه. 4-3-3 بتتلعب بستة، يعني القصه كلها في خط الوسط بلعيب ستة اللي هو كان مروان امبارح، وتمانيتين. التمانيتين دي في منهم واحد سبرينتر بيكمل بيروح مع الفيرود، وواحد تاني بيبقى زي البلاي ميكر. مين هو السبرينتر؟ ديانج، والبلاي ميكر كان عمرو السولية الناحيه الثانيه. والاثنين الوينجات اللي قدام هم بيبقوا انسايد وينجرز، يعني بيبقوا بيخشوا القلب ال 18 عشان يعمل الكثافه العدديه قوي جوه، مش دايما فاتحين، بيخشوا. وده اللي احنا شفناه امبارح كهربا مش لوحده، هتلاقي جنبه يا اما طالع له ديانج، طالع له من النص كده بيكمل معاه، يا اما الناحيه الثانيه محمد شريف ضامم عليه. وده اللي حصل واللي شفناه في الجول الاولاني. سيبك مش الجول الثاني اللي مش هنتكلم عليه، انه يعني كوره كده محمد هاني اترقصت كده في رجله، يعني اتلخبطت في رجله فرقص لعيبه سموحه، اترقصت. كان كمان جميل ان كولر رامي ديانج في الحته ديت، لانه مسرع الناحيه دي قوي، الناحيه بتاعت بيرستاو ديت ومحمد هاني، لان الناحيه دي جاي منها حسين فيصل. فهو قال له لا، ده كان مهمه حسين فيصل وهاته اول ورا. فكان بصراحه امبارح النواحي التكتيكيه كانت عاليه جدا. طريقه اللعب بقى اللي احنا ما كناش عارفين نطبقها، الراجل خلى اللعيبه عرف يوصل باللعيبه مع التغييرات والروتيشن الكبير قوي اللي هو عامله دوت، والراجل كل مره بيحقق النتيجه. كمان الراجل اتعلم من غلطاته بانه ما بيلعبش باثنين سرد باكات الاثنين نفس السرعات. امبارح كان بيلعب بمحمد عبد المنعم جنب متولي، لان اللي حصل مع متولي وياسر ابراهيم ان هم كانوا بيخترقوا بمنتهى السهوله بفرق السرعات. فهو الراجل امبارح اتعلم من غلطه وبدا يلعب بسرد باك سريع جنب متولي. وبصراحه يعني انا مبسوط منه في حاجات كتير قوي. الحاجات بقى اللي انا زعلان منه فيها هو انه مثلا امبارح ما اداش الفرصه لايمن اشرف. يعني في ناس كده بتطلع من حساباته خالص. ما اداش الفرصه مثلا لشادي حسين. يعني هو في ناس كده خرجت من حساباته، وبرونو سافيو مثلا. عايز اشوف بصراحه اللعيبه دي، يعني انت دكتك بقت قليله جدا. وفي نفس الوقت انا يعني شايف ان قفشه بقى
معلش يعني ما اعتقدش ان قفشه هيبقى ليه دور الفتره الجايه. لعيب كبير وكل حاجه، بس انا شايف انه لا، يعني قفشه يدور على حد يعني، او على عقد، لان بصراحه طريقه اللعب ما بقاش فيها رقم 10، وقفشه مش الديفندر او مش رقم 8 القوي قوي، يعني مش ممكن تعتمد عليه مثلا زي السوليه حمدي فتحي. هو ما عندوش المميزات بتاعته، يعني ما عندوش مثلا السرعات ولا التصويبات الكتير اللي كان زي اللي بيعملها عمرو السوليه، ولا عنده القوه والخشونه اللي عند حمدي فتحي والتكمله والسرعه والكلام ده كله. فيعني انا شايف ان يعني طريقه اللعب دلوقتي قفشه ملوش دور كبير قوي فيها، فانا شايف ان لا، يعني خساره قفشه لانه لعيب كويس، خساره لا، شوف لك عقد واطلع، عشان انت كده يعني هتقعد دكه. اتبسطت قوي جدا بصراحه من كولر امبارح، وانا زي ما قلت قبل كده كولر من المدربين اللي شايفهم ان هم دول اللي يقدروا يشيلوا الشعله من بعد مانويل جوزيه. يعني هو طبعا ما فيش زي مانويل جوزيه في حته الكاريزما، وهو كان مدرب استثنائي في ظرف استثنائي مع لعيبه استثنائيه في زمن استثنائي، بس بصراحه كولر من المدربين اللي عندهم شخصيه وليه الكاريزما بتاعته هو. وانا كنت شايف وهو بالنسبه لي احسن من فايلر، لان فايلر من المدربين اللي يعني تريزيجيه حتى اتكلم عليه قبل كده وقال انه تنمر عليه لما كان بيلعب معاه قبل كده. المدربين اللي هم علاقتهم النفسيه باللعيبه مش قد كده، مش لذيذ، مش قريب، عكس دول مثلا ايه البحر المتوسط، الطلاينه والبرتغاليين والاسبان والناس دي تحس ان هم شبهنا. فعشان كده مانويل جوزيه نجح جدا معانا. سواريش حب النادي جدا رغم ان هو ما عادش كتير، يعني تصريحاته حتى في كاس العالم كانت كلها عن الاهلي. فهو خلطه حلوه قوي وتكتكس حلوه قوي، ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بس كده، لو عجبكم الكلام دوت ما تنساش لايك شير كومنت سبسكرايب، ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.